انما للهبد حدود. مساء الخير عزيزي الزملكاوي، في اول فيديو على اليوتيوب. طبعا زي ما انتوا قلت لكم امبارح على الفيسبوك، احنا هننقل المنصه بتاعتنا من الفيسبوك لليوتيوب، فان شاء الله تكون مشاهده جميله. وخلينا نبدا باول فيديو. جمهور الاهلي حبيبي، روح قلبي، حياتي، قال لك ايه؟ الزمالك مستقر هطلع عليه اشاعه، هعمل اي هبده، المهم ان انا ما اسيبوش في حاله. الزمالك مش مستقر برضه هطلع اي هبده. يعني هو الحقيقه مركز معانا اكتر ما احنا مركزين معاه. فقال لك ايه بقى؟ الصفقه اللي تعباه، الصفقه اللي قال لك هي مش فارقه معايا، لك ان تتخيل ان مش فارقه معاه وبيطلع على الصفقه دي اشاعه. احمد حمدي يقرر فسخ عقده مع نادي الزمالك. يا عزيزي الاهلاوي، والله العظيم لو كنت جبت بكره التريكو وخيطت لك بلوفر يحميك من البرد الصقيع كان افيد لك كتير من الهبد اللي انت بتقوله. يا عم لما تهبد صح، لما تحط ثغره حطها صح، لانه مش احمد حمدي اللي بينه وبين نادي الزمالك مشاكل، ولكنه محمد حمدي وليس احمد حمدي. يعني كان نفسي والله العظيم اقول لك عندك حق، بس كالعاده عمرك ما قلت حاجه صح. فاحمد حمدي بعت لحضرتك رساله وبيقول لك لاعبنا احمد حمدي الجميل اللي في الاصل اهلاوي ولكنه اصبح زملكاوي، الصفقه مش تعباك، واخد لي بالك. احمد حمدي بعت لحضرتك رساله وبيقول لك كفايه هبد، انا مبسوط في الزمالك قوي. تاني حاجه معانا النهارده بقى هي للاسف هبدايه طالعه من المتزملكين وليس الزملكاويه. هتلاقي كلمتين عزيزي الزملكاوي وانت بتسكرول كده على الفيسبوك، كلمه على مسؤوليتي وكلمه حصري. اول ما تشوف الفيديو لف وما تعمل واعمل نفسك مش واخد بالك، ما تفتحش الفيديو، ما تشغلش دماغك بالفيديو لان اللي قايل الفيديو هبيت ومحتوى الفيديو هبد بس. لانه مفيش حاجه اسمها ان انا هنعمل 11 صفقه. احنا لقينا مقبره فرعونيه بس مش للدرجات، يعني ما نوسعهاش عشان مش هتتصدق، فما نوسعهاش. ما تلعبوش على مشاعر الجماهير، الريتش والفلوس ما تخليهاش تاكلنا، نصلي على النبي نهدى. نيجي بقى للخبر اللي بعد كده، الا وهو الخبر المتصدر دايما اللي عمره ما هيغيب عننا. نادي الزمالك مهدد بايقاف القيد. هنتكلم بالعقل. لما الزمالك كان محجوز على الارصده بتاعته، لا كان عندي لعيبه ولا كنت عارفه اعمل صفقات ولا كان معايا مصري علشان اطمع في دولارات، الله لايقه، ولا كان معايا مصري عشان اطمع في دولارات، عليا جمل. في عز المشاكل دي سبحان الله انا لقيت دولارات وشلت الحجز من على الارصده وفكيت قيدي، حليت مشاكلي وعملت صفقات. فمش منطقي ابدا انه مجلس اداره نادي الزمالك مش عارف الكم المشاكل اللي هيحصل في الفتره القادمه، وان لسه مساله غلق القيد وارد جدا ان هي تكون مستمره فيما بعد. فطبيعي انه مجلس اداره نادي الزمالك عامل حسابه كويس جدا على كم المشاكل دي، واللي وفر الدولارات في حين ان انا ما كانش عندي جنيه مصري قادر جدا يوفر دولارات عشان نكمل حل مشاكلنا في الفتره اللي جايه. وخليني اقول لك ان مهما كانت المشاكل اللي هتقابلنا الفتره الجايه، فاكيد اكيد اكيد مهما كان كبرها مش هتيجي في حجم المشاكل اللي احنا عشنا فيها قبل كده، من غلق ارصده، وقف قيد، مفيش فلوس، مفيش اي حاجه. وكيل جوميز طلع مع ابراهيم فايق، ويا ريته ما طلع، كان قاعد في بيته اولى. ليه بقى؟ طلع مع ابراهيم فايق بيقول له اصل جوميز محتاج وقت علشان يتعرف على اللعيبه. انا عايز اعرف الوقت ده قد ايه؟ اصل انا مش جايبه له عروسه، يعني احنا مش جايبين له عروسه وطالبين منه يقيم العروسه، فقاعد بيختبرها. كل ده المنطقي والعقل، دماغ العقل، صوت العقل كده بيقول انه اي مدير فني اجنبي عنده من الخبره ما يكفي وعنده سي في قوي مستحيل ياخد المده دي كلها علشان يتعرف على لعيبه. اي مدير فني اجنبي عنده من الخبره ما يكفي والسي في بتاعه قوي، لو شاف اللعيبه، شوف انا بقول لك ايه، لو شاف اللعيبه في ماتش ليهم، في فيديو اتفرج كده على اللعيبه وهو قاعد سهران بالليل مع سجارته والكاس بتاعه بما انه اجنبي، لو قعد يتفرج على الكلام ده كله شيء منطقي ان هو هيقول لك فلان، اللاعب فلان بيلعب في المركز الفلاني غلط، لو لعب في المركز العلاني هيجيب اكتر. علان لو ما لعبش في المركز العلاني ولعب في المركز الترتاني هيجيب اكتر، لانه عنده من الخبره ما يكفي انه لو شاف اللاعب هيقدر يقيمه كويس جدا. اذا كلامكم ده انه جوميز محتاج وقت علشان يقيم اللعيبه وعشان يفهم اللعيبه، ده معلوش معنى عندي غير معنى واحد، الا وهو ان انا جايبه مدير فني اجنبي فاشل. الطبيعي والمنطقي انه انا بجيب مدير فني اجنبي قبل ما اعمل صفقات، علشان المدير الفني الاجنبي يقول لي نواقص ونتفادى اللي احنا حاصل عندنا دلوقتي. طيب خليني معاك للاخر، وانه احنا كان عندنا مشاكل وما اسعفناش الوقت واخدنا وقت على ما نجيب مدير فني السي في بتاعه قوي. اذا انا دلوقتي بناقض نفسي.
اخدت وقت علشان اجيب مدير فني اجنبي السي في بتاعه قوي، بعدها جبت المدير الفني الاجنبي السي في بتاعه قوي، دي اخد وقت طويل علشان يتعرف على اللعيبه. الله، منين سي في قوي ومنين بياخد وقت عشان يتعرف على اللعيبه؟ وقت مهول. احنا لو هنفكر فيها بالعقل ده وقت مهول لمدير فني اجنبي السي في بتاعه قوي. كده وقت طبيعي لمدير فني اجنبي السي في بتاعه قليل مش قوي. انا دلوقتي بتكلم بصوت عقل ومش بصوت تحامل، ومش هبكي على اللي فات واقعد اقول كان المفروض وعملنا خلاص، كان المفروض واتحليناها. دلوقتي احنا في ازمه، دلوقتي انا مفروض ان انا اشوف الثغرات فين عشان احلها. 1 2 3 ثغراتك ايه؟ ثغراتك مع المدير الفني الاجنبي ان هو مش مقتنع باللعيبه اللي انت جبتهم، هو مش مقتنع بناصر ماهر، مش مقتنع باحمد حمدي، مش مقتنع بعاطف، مش مقتنع بشحاته، مش مقتنع بياسر، مش مقتنع بزياد، مش مقتنع انا مش عايزه انسي اسم، ولكن مش مقتنع بكم الصفقات المهوله اللي احنا عملناها، ومقتنع بالجزيري ومحمود علاء وناصر منسي. اقنعني، ده لو طفل صغير مش هيقتنع بدول على حساب دول. عمل ايه شحاته؟ انا نفسي حد في الاداره يرد عليا، عمل ايه شحاته عشان تجمدوه من ساعه ماتش الاسماعيلي؟ عمل ايه علشان مجلس الاداره ما يتدخلش مع المدير الفني الاجنبي؟ الف ب. انا لو لاعب بحجم شحاته وبلعب شحاته، اي حد في الدنيا بيفهم هيقول لك الواد ده نجم قريبا، بس استغله صح. اي حد في الدنيا هيشوف ان هيقول لك انه الواد ده من اللي حصل له طبيعي نفسيا هيتاثر، طبيعي هيحس بنواقص عنده، عشان كده انت ركنته على الرف على حساب لعيبه تانية ما بتنزلش ما بتأديش اصلا. فانا كده هخلق عقده عند الولد ده، هخلق مشاكل عند الولد ده، طبيعي اداؤه بعد كده مش هيبقى كويس. فكواليتي لاعب حلو قوي استغله، مركنوش. خلينا نقول الثغرات اللي ناقصانا ايه. انا ناقصني، انا هجيب لك سهل حاجات بسيطه، مش هطلب منك كتير، ولكن هطلب منك مدافع، هطلب منك مهاجم. انا عندي الونش اتصاب ضعت، عندي زيزو اتصاب ضعت. اي حد من الكواليتي الكويس، اللعيبه الكويس اللي موجودين لو اتصاب انا ضايعه. فانا الف ب مهاجم مدافع، مش هطلب منك يا سيدي اكتر من كده عشان ما بقاش باجي عليك في كم المشاكل اللي احنا فيها دي. فعشان انا عارفه المشاكل، مهاجم مدافع حارس مرمى. ما ينفعش كل شويه مره ينزل لي صبحي مره ينزل لي عواد، لا 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 لا، ده كده هبد بقى، ده كده هبد. مفيش حاجه اسمها كل شويه ابدل، ده ماتش وده ماتش. انا مش مخلفه طفلين بيتخانقوا على لعبه. انا لازم يكون عندي لاعب حارس مرمى اساسي معايا، ابدله لما احتاج لتبديل، لكن مش عمال على بطال عمال بدي لكل واحد. ما تدي كل واحد 10 دقايق. ايه العك ده؟ عندي لعيبه شئنا ام ابينا كبيره في السن، فالطبيعي ما بقولكش اقول لهم مع السلامه، ولكن اخر ربع ساعه يا باشا، ولكن مش اساسي، مش 80 دقيقه. ما ارميش الشباب واركنهم رف واجي عند اللاعبين الكبار في السن، او اللعيبه التانيه اللي هي ما عندهاش خبره، او اللعيبه التانيه اللي بقت بتنزل خلاص عندها روح انهزاميه، اخليهم اساسي. مش دول اللي يبقوا اساسي، انا عايزه الشباب اللي يبقوا اساسي، انا لو عايزه الروح يبقوا اساسي. هم دول اللي يبقى اساسي، ودول اللي يقعدوا لهم دكه، مش العكس خالص. فمجلس الاداره الف ب مدافع مهاجم اساسي في الصيف، حارس مرمى اساسي في الصيف. 3 حاجات اساسيه، مش هنكتر عليك يا سيدي، انا عارفه مشاكلك. وتملك من الصلاحيه من منصبك ان انت تتكلم مع جوميز. وفي حاجه كمان، تملك من الصلاحيه ان انت تعرف مين اللي بيسرب التشكيلات. انت عارفه. الفيديو الجاي هطلع اقول اسمه، لو ما اتقفلش سرسوب الهوا اللي عمال بينقط ده لمهيب عبد الهادي. في سرسوب بينقط على مهيب عبد الهادي، قلناها بدل المره 10. فاكتر من كده مش مسموح. لما ينزل لي التشكيل بتاعي في كاس مصر، ماتش مهم زي ده، ولما ينزل لي التشكيل بتاعي في الجونه، يبقى انا عندي تقصير، يبقى انا عندي ثغره في المجلس. سكوتك عليها معناها ان انت موافق. اذا انتوا كلكم هتتسلموا للجماهير تسليم اهالي، والجماهير مش هتسمي. اذا نعمل ايه لو احنا مالناش دعوه؟ نكتم بق اللي بيطلع التسريب، يا اما يتاخذ ضده اجراء، وساعتها الجماهير هتكون مع المجلس لان هم كده ماشيين صح. فالحلو هنقوله، الوحش هنقوله. ودي كانت مجمل اخبار النهارده. عندنا فيديو بعد بكره ان شاء الله فيه اخبار جديده. شكرا لكم.